السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة مميزة جدا، هنعمل مع بعض مخاصي الخروف. شايفين الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبكل سهولة، ومكونات موجودة عندك في البيت. عايزاكي تعمليها بطريقتي دي، هتعجبك جدا لان طريقتها سهلة وبسيطة والطعم ولا غلطة. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. انا عندي خاصيتين كده بتوع الخروف، طبعا حطيتهم في الفريزر وجمدتهم، وحاجة طبعا اقطعهم بقى كده واشيل الطبقة اللي هي بره دي البيضة. وانا بقطعها كده الطبقة البيضة دي كده مش مستحبة، بقطعها كده بالراحة عشان اطلع طبعا القلب اللي جواها. هو ده طبعا بيبقى مغذي جدا وطعمه حلو، واعمليه بطريقتي دي هتعجبك جدا. بشيلها كده بقى بالراحة خالص. بشيل اول طبقة كده من الجلد دي، واعمل بالسكينة كده لحد ما اطلع القلب الخصيتين كده من الجلدة البيضة دي بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بالراحة خالص كده، وبقطعها بتطلع معايا سليمة زي ما هي بالشكل ده. واكرر تاني برضه اطلعها بنفس الطريقة كده لحد برضه ما اخلص الخصيتين بتوع الخروف بنفس الطريقة دي. والجلدة دي طبعا احنا بنرميها. وهكرر تاني برضه اقطعها كده بالراحة. اهم حاجة بقى تقطعيها بالراحة كده وتطلعي القلب الخصيتين بالشكل ده. شايفين بقى؟ كنت ما تجمديها في الفريزر بتطلع معاكي بكل سهولة بالطريقة دي. وبرمي بقى طبعا الجلدة البيضة دي. بجيب بقى المخاصي دي كده وبقطعها كده طرنشات رفيعة. التقطيع ده حسب رغبتك، عايزة تقطعيها كده برضو براحتك. هقطعها كده لشرايح رفيعة بنفس الشكل ده كده لحد ما اخلص القطعتين الخصيتين بالطريقة دي، واحطها كده في بولة. طبعا لازم انقعها وتتغسل كويس جدا من الزفارة. هجيب بقى معلقة كبيرة ليمون وهضيفها كده فوق المخاصي، وهجيب معلقة كبيرة خل، ده طبعا عشان المخاصي دي مبقاش ريحتها زفرة. وهجيب معلقة كبيرة كده برضو ملح ومعلقة كبيرة دقيق. واهم حاجة بقى تدعكيهم كويس جدا عشان نشيل الزفارة من الخصيتين دولت. وبدعكهم كده وبسيبهم بتاع 5 دقايق لحد ما يتنقع في المحلول بتاعها كويس جدا. بعد بقى ما نقعتها كده 5 دقايق بشطفها كويس جدا وهصفيها، واجيب طاسة على النار كده. بقى المخاصي اتصفت كويس جدا واتغسلت كويس، بنقعها كده وانزل بقى المية بتاعتها في الطاسة دي لحد ما تنشف. اما حاجة مبقاش فيها مية خالص بالشكل ده. هي نزلت ميتها هتنشف منها فيها. واستمر كده بقى في التقليب لحد المية دي ما تنشف معايا، عشان المية طبعا دي زفرة لازم تنشف كويس جدا. وبقلبها كده بين فترة والتانية. اهم حاجة بقى تقلبيها كويس جدا لحد طبعا المية دي ما تنشف تماما بالشكل ده. عايزاكم بقى تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، وطعمها في الاخر ولا غلطة. وبقلب كده بدأت تنشف معايا المية بالشكل ده. المية نشفت معايا وكده معايا جاهزة ما شاء الله. بقلبها بقى تقلبتين كده. بدأت المية تنشف معايا. بجيب معلقة كبيرة كده زبدة وبقلبها بقى مع المخاصي كده بالشكل ده. اعملوا الطريقة دي والله جميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. بعد كده بقى بجيب ملح وحبهان مطحون وفلفل اسمر وبابريكا، وبوزعهم كده وبقلبهم مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض المكونات كلها كده بالشكل ده. الريحه بقى مش قادره اقول لكم جميله، وفعلا تستحق التجربه. اعملها بطريقتي دي هتعجبك جدا. بجيب بقى جوز الطيب كده ببشرها كده بشرتين كده بساط جدا، وبقلبها برضو حلوه قوي جوز الطيب مع الحلويات دي. بعد كده بقى بجيب قرن فلفل مطحون احمر، وهجيب فصين توم كبار مفرومين، ومعلقتين ليمون صغيرين، ومعلقه خل. دي بقى التتبيله الجميله بقى اللي بتحطيها بقى على الخسيتين كده بتبقى جميله جدا. وبقلبهم بقى كده. واول بقى ما المكونات كلها اندمجت بجيب بقى فلفل الوان وبقلبها بقى كده مع بعضيها. تبقى جميله جدا كده لما بتوزعي الفلفل الالوان. وهنحط برضو فلفل اخضر حامي وفلفل احمر. بجيب بقى التتبيله اللي انا عملتها اللي هي الثوم والخل والليمون والفلفل الاحمر الحامي. بقلبهم بقى كده مع بعض. هي هتطلع حراقه بس بيبقى طعمها في النهايه جميل. وبقلب بقى كده لحد ما يندمجوا مع بعض المكونات كلها بالشكل ده. كده بقى معايا جاهزه ما شاء الله اللهم بارك. بجيب بقى فلفل حامي، دي اختياري، انا حبيت احطه بس كده بيدي طعم حلو. ده فلفل حامي اخضر. وهضيف برضو فلفل احمر برضو بنفس الطريقه.
واقلبهم مع بعض كده لحد ما يندمجوا. يا دوبك كل حاجه كده قرن فلفل، وبقلبهم بقى كده. استوى معايا المكونات كلها واندمجت مع بعض بالشكل ده. هفضيها بقى في الطبق. دي بقى بتتغمس بعيش، بيبقى طعمها في منتهى الجمال، حقيقي جميله ما فيهاش ولا غلطه. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هي هتعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. اتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ايه رايكم بقى في طريقه عمايلها؟ سهله بقى ولا مش سهله؟ وعملناها في البيت بكل سهوله. اعملوها بطريقتي دي هتعجبك جدا. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم بوصفه جديده ان شاء الله.